أهلاً بكم. مر عام تقريباً على استئناف ما يسمى بعملية السلام في تركيا، يعني محاولة لإنهاء صراع بيمتد لعقود طويلة. والسؤال الكبير اللي بيطرح نفسه اليوم بعد كل هالوقت هو: هل تغير إشي على الأرض فعلاً؟ اليوم رح نعمل تحليل معمق لهذا المشهد المعقد. مصادرنا هي مجموعة مقابلات ومقالات مهمة جدا لشخصيات كردية بارزة زي السياسية جولتان كيشانك والمحللين مصطفى ساريكايا ويوكسل غينش وأحمد دجلة. مهمتنا هي أنه نفكك رواياتهم ونحاول نفهم شو بدهم الأكلاد وكيف بترد الدولة، والأهم وين العقبات الحقيقية. بدنا نوصل لجوهر القصة. والجوهر هنا مثل ما بتكشف المصادر بوضوح هو إنه في عالمين متوازيين. عالمين متوازيين؟ كيف يعني؟ يعني في عالم الحركة الكردية بتعلن عن تحول تاريخي، بتترك السلاح وبتتجه بشكل كامل للسياسة الديمقراطية. وفي العالم الآخر المقابل له منلاقي الدولة التركية لسه بتتعامل مع القضية بمنطق أمني بحت. وكأنه لا تغير شيء. بالضبط، كأنه ولا شيء تغير. وهذه الفجوة الكبيرة هي اللي بتحدد كل شيء عم بيصير. طيب خلينا نبدأ من نقطة التحول هاي إذن. قبل سنة صار اللي وصفته المصادر بأنه تحول استراتيجي. شو اللي صار بالضبط وكيف ممكن نوصفه بأنه استراتيجي ومش مجرد مناورة تكتيكية؟ هذا هو السؤال الأهم فعلا. بناء على كلام جولتان كيرشيتشانك ومصطفى ساريكايا، البداية كانت من سجن إمرالي، من دعوة أطلقها عبد الله أوجيلان. وعلى أساس هاي الدعوة حزب العمال الكردستاني أخذ قرار يمكن ما كان متوقع بهالشكل النهائي، اللي هو إعلان وقف إطلاق النار ونزع السلاح وحل التنظيم المسلح نفسه. المصادر بتشدد على نقطة مهمة جدا: إنها مش هدمة مؤقتة؟ تماما، هاي مش هدمة مؤقتة أو خطوة تكتيكية لكسب الوقت، لا، هذا قرار بإنهاء 40 سنة من الكفاح المسلح والانتقال الكامل لساحة النضال السياسي والديمقراطي. هاي هي الاستراتيجية الجديدة: تحقيق الحقوق عبر البرلمان والمجتمع المدني والقانون، مش عبر البندقية. إنهاء 40 سنة من الكفاح المسلح، هذا إعلان ضخم، يعني كأنه طرف قدم أكبر ورقة تفاوض عنده بدون ما ياخذ مقابل فوري. طيب كيف استقبلت الدولة التركية هاي المبادرة التاريخية؟ وهون بتيجي خيبة الأمل الكبيرة اللي كل المصادر بتتكلم عنها. الرد كان الصمت والتردد. صمت؟ صمت تام، والمصادر بتحكي عن شعور عميق ومتزايد بانعدام الثقة. من وجهة النظر الكردية تم تقديم تنازل تاريخي، بس الدولة ما قابلته بأي خطوة ملموسة ولا حتى خطوة صغيرة لبناء الثقة. ما في أي بوادر؟ ولا أي شيء. ساريكايا وكيشانك ودجلة كلهم بيقولوا إنه الشعب الكردي حاسس إنه الحكومة مش جادة أبداً. يعني كان في خطوات بسيطة ممكن تبعت رسالة إيجابية، زي تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية أو الإفراج عن المعتقلين المرضى وكبار السن. خطوات إنسانية بحتة. بالضبط، بس حتى هاي الخطوات الإنسانية ما انعملت. وهذا الصمت والتردد الرسمي شكله بيترجم حاله بوضوح في المواقف السياسية. المصادر أشارت لتطور لافت، وهو تقديم الأحزاب السياسية تقاريرها عن القضية الكردية للبرلمان. شو بتكشف لنا هاي الوثائق الرسمية؟ بيكشف عن إشي مقلق جدا، وهذا اللي بيركز عليه المحلل يوكسل غينش. لما تقرأ تقرير حزب العدالة والتنمية الحاكم، وتقرير حليفه القومي المتشدد حزب الحركة القومية، وحتى تقرير حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري، نعم؟ بتحس كأنك عم تقرأ نفس الوثيقة بس بكلمات مختلفة شوي. كل هاي التقارير بتتفق على تعريف المشكلة. وشو هو هذا التعريف الموحد بينهم؟ التعريف هو إنه القضية مش قضية سياسية بتتعلق بحقوق شعب، لا، هي مشكلة إرهاب لازم يتم تصفيته. تصفيته؟ نعم، هي الكلمات المستخدمة. التقارير بتتجاهل تماما أي ذكر للحقوق اللغوية أو الهوية أو المشاركة السياسية. هي بترجع بتنتج نفس رواية الدولة الأمنية القديمة اللي بتقول ما في قضية كردية، في مشكلة إرهاب. يعني أكبر 3 أحزاب في تركيا اللي بتمثل أغلبية البرلمان بترفض حتى تعترف بوجود مشكلة سياسية أصلاً؟ وهذا مذهل فعلا. مذهل. فبينما طرف عم يحكي عن الانتقال للسياسة، الطرف الثاني بيرد بتعريف أمني بيسكر باب السياسة من الأساس. وهذا بيخلينا نتساءل، شو هي تحديداً هاي المطالب الجوهرية اللي عم يتم تجاهلها؟ جولان كيشيانك في مقابلتها بتقدم إجابة واضحة ومكثفة. هي بتلخصها في 3 احتياجات أساسية للشعب الكردي:
احتياجات مش مطالب. بالضبط، هي بتستخدم كلمة احتياجات للتأكيد إنها مش أمور قابلة للتفاوض، لا، هي ضرورات لوجودهم كشعب. طيب خلينا نستعرضها واحدة واحدة. شو هو الاحتياج الأول؟ الأول هو الاعتراف القانوني بالوجود. يمكن هذا يبين غريب للبعض، بس الدستور التركي الحالي بمادته الشهيرة بيقول إنه كل مواطن مرتبط بالدولة التركية برابطة المواطنة هو تركي. وهذا بيلغي أي هوية ثانية. تماماً، بيلغي قانونياً وجود أي هوية ثانية مثل الهوية الكردية. فالمطلب إذن هو تعديل دستوري يعترف بوجود الشعب الكردي كواحدة من المكونات الأساسية للبلد، بهويته وثقافته. فهمت. يعني الموضوع مش مجرد إضافة كلمة بالدستور، هو تغيير لفلسفة تعريف المواطن والدولة نفسها. هذا عميق. طيب شو الاحتياج الثاني؟ الثاني هو اللغة الأم، يعني إزالة كل العوائق القانونية والعملية قدام استخدام اللغة الكردية في الحياة العامة، والأهم الحق في التعليم باللغة الأم. والوضع الحالي ما بيسمح بهالشي؟ المصادر بتشير لمثال بيكشف طريقة تفكير الدولي. في قانون على الورق بيسمح بإنشاء مدارس خاصة بتدرس بالكردي، بس من سنين وزارة التعليم ما أصدرت اللوائح التنفيذية اللازمة لتفعيل هذا القانون. يعني حق نظري بس معطل عملياً. بالضبط، عندك حق نظري لكنه معطل بقرار إداري. فالمطلب هو أن اللغة الكردية تصير لغة تعليم ورسمية في المناطق ذات الأغلبية الكردية. حق موجود على الورق لكنه معطل في الواقع. شكله هذا نمط متكرر. وهذا بيقودنا للاحتياج الثالث اللي بيبدو أنه الأكثر حساسية سياسياً: المشاركة في الحكم. بالضبط، الاحتياج الثالث هو المشاركة في إدارة شؤونهم بأنفسهم، وهذا بيعني تطوير نماذج للحكم المحلي والإدارة الذاتية، سواء بالبلديات أو على المستوى المركزي. وهون المصادر بتقدم قضية الوكلاء أو القيم كمثال صارخ على حرمانهم من هذا الحق. يا ريت توضح لنا هاي النقطة. لعقود الأكراد كانوا يناضلوا ليفوزوا بالانتخابات البلدية، ولما يفوزوا بأغلبية ساحقة تيجي الحكومة المركزية تعزل رؤساء البلديات المنتخبين وبتسجنهم، وبتعين حدا مكانهم. وبتعين موظف حكومي قيم من أنقرة ليدير البلدية. هذا معناه إنه صوت الناخب الكردي ما له قيمة عملياً. فكيف ممكن نحكي عن ديمقراطية لما خيار الشعب يلغى بهالطريقة؟ صار واضح جداً حجم الفجوة الهائلة بين اللي بينطرح وبين اللي بيتناقش رسمياً. خلينا ننتقل للعقبات الملموسة اللي بتمنع أي تقدم. المصادر بتتكلم عن قضايا محددة وقف حجر عثرة. العقبة الأكثر إلحاحاً واللي كل المصادر بتتفق عليها هي غياب إطار قانوني لعملية السلام نفسها، بسموه قانون السلام أو قانون الاندماج الاجتماعي. المشكلة حجمها هائل. تقديرات كيا شانك وسريكايا بتشير إنه حوالي 2,000,000 شخص تم تجريمهم بطريقة أو بأخرى بقوانين مكافحة الإرهاب الفضفاضة في تركيا. 2,000,000 شخص؟ هذا عدد هائل. مين بيشمل هذا الرقم؟ بيشمل كل حدا شارك بمظاهرة أو كتب مقال أو اشتغل كصحفي أو انتخب كسياسي محلي أو حتى كتب تغريدة على تويتر. قوانين مكافحة الإرهاب تستخدم لتجريم أي نشاط سياسي كردي. والسؤال اللي بتطرحه المصادر هو: كيف ممكن لمقاتل ينزل من الجبل ويسلم سلاحه عشان يندمج بالحياة السياسية؟ إذا كان عارف إنه رح يتحاكم فوراً؟ بالضبط، إذا كان عارف إنه رح يتحاكم بنفس القوانين اللي ممكن تحكم عليه بالمؤبد. ما بتقدر تطلب من الناس تتخلى عن السلاح بدون ما توفر لهم مسار قانوني آمن. طيب وشو المقترح الحكومي لحل هاي المعضلة؟ فيه أي مبادرة؟ المبادرة الحكومية اللي تسربت واللي المصادر بتحكي عنها تعتبر غير مقبولة تماماً من الطرف الكردي. هي بتقوم على فكرة تصنيف المقاتلين لفئتين: اللي تورط بجرائم دموية واللي ما تورط. والطرف الكردي بيرفض هذا المنطق. برفضه من أساسه لأنه بيحول عملية سياسية لعملية قضائية انتقائية. تجارب حل النزاعات بالعالم من جنوب أفريقيا لإيرلندا الشمالية بتفرجينا إنه قوانين العفو والاندماج لازم تكون شاملة وغير تمييزية عشان تنجح. التفريق بين المقاتلين رح يخلق انقسامات داخل الحركة نفسها ويضمن فشل العملية قبل ما تبدأ. هاد بيقودنا لشخصية محورية بكل هذا النقاش، وهو عبد الله أوجلان. المصادر بتوصفه بالإجماع بأنه المفاوض الرئيسي. كيف بيأثر وضعه الحالي في سجن إمرالي على العملية كلها؟ دورة حاسمة، ووضعه بيمثل عقبة كبيرة جدا.
استمرار عزله شبه الكامل في السجن بيعتبر رسالة من الدولة إنها ما بتاخد مفاوضات السلام على محمل الجد. المصادر بتتناول هاي القضية من 3 أبعاد. البعد الأول قانوني، فيه أحكام واضحة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتدين نظام السجن مدى الحياة في تركيا بدون أي أمل بالمراجعة، وهذا اللي بيعرف بالحق في الأمل. وتركيا ملزمة قانونياً بتعديل قوانينها. المفروض. طيب وشو البعدين التانيين؟ البعد الثاني سياسي وأخلاقي. كيف ممكن تتفاوض مع شخص بتوصفه إنه محاورك الرئيسي وبعدين تخليه بظروف عزلة تامة؟ هذا التناقض بيقوض مصداقية العملية. أما البعد الثالث فهو عملي بحت، إدارة عملية سلام بهالتعقيد وإقناع قواعد شعبية واسعة ومقاتلين بخيارات صعبة بتطلب للمفاوض الرئيسي يكون عنده فريق عمل ووسائل تواصل وقدرة على التشاور. وبقائه بهالظروف بيعيق قدرته على لعب دوره كصانع سلام. تماماً، الدور اللي الدولة نفسها بتتوقع منه يلعبه خارج حدود تركيا وتحديداً في سوريا. نعم، وهي نقطة حساسة جداً. المصادر خاصة كيشاناك وأحمد دجلة بتأكد إنه الحكومة التركية عم بتحط شرط مسبق جديد، واللي هو حل الإدارة الذاتية اللي بيقودها الأكراد في شمال وشرق سوريا المعروفة بروجافا. أنقرة بتطالب الحركة الكردية في تركيا بالضغط على أكراد سوريا ليتخلوا عن مشروعهم السياسي هناك كشرط للمضي قدما في عملية السلام الداخلية. وكيف بيرد الطرف الكردي على هذا الشرط؟ الرد قاطع. هاي قضية منفصلة تماماً. الوضع في سوريا له ديناميكياته الخاصة ومرتبط بالحرب السورية وبتوازنات القوى الدولية بوجود أمريكا وروسيا. المصادر بتشوف إنه الحكومة التركية عم تستخدم قضية روجافا كذريعة مريحة لتعرقل التقدم في تركيا، يعني كطريقة لقول ما رح نحل القضية بالداخل حتى تنحل بالخارج. بالضبط، واللي معناه فعلياً تجميد كل شيء لأجل غير مسمى. إذن بالإضافة للعقبات القانونية والسياسية، في شيء بتشير إلى المصادر كنوع من الحرب النفسية. كيف بيتجلى هذا بالخطاب العام؟ بيتجلى في خلق رواية جاهزة لإلقاء اللوم. مصطفى ساريكايا ويوكسل جينش بيشرحوا هالأمر بالتفصيل. أي تصريح بيصدر من الجانب الكردي سواء من سياسي منتخب أو قيادي بيتم التعامل معه فوراً من الإعلام الحكومي والمسؤولين على أنه تخريب للعملية أو استفزاز. وهذا بيخلق مناخ معين. طبعاً بيخلق مناخ بيتم فيه تصوير الطرف الكردي دايماً على أنه هو اللي بيعرقل السلام، بيحطهم بموقف دفاعي مستمر حتى وهم الطرف اللي بادر بالخطوة الأكبر. هاي استراتيجية لإفشال العملية مع تحميل المسؤولية للضحية. وشو تأثير هذا الخطاب وهي الأجواء على العلاقة بين المواطنين العاديين الأتراك والأكراد؟ هل أدى لعداء شعبي متجذر؟ هاي نقطة مهمة جدا وفيها بصيص أمل بتصيرها جولتان كيشاناك. هي بتأكد إنه على المستوى الشعبي ما في كراهية عرقية عميقة ومتجذرة بين الناس. الأتراك والأكراد عايشين مع بعض، بيشتغلوا مع بعض، بيتزوجوا من بعض. المشكلة مش بالشارع إذن. خير، الدولة روجت بقوة لفكرة إنه المطالب الكردية بتشكل تهديد وجودي للدولة، وهذا اللي بيعرف بتركيا بقضية البقاء أو بكا. هذا المفهوم القومي المتطرف هو اللي ألحق ضرر كبير بالعلاقات المجتمعية وخلق استقطاب وخوف ما كان موجود بهالحدة من قبل. إذن إحنا قدام وضع معقد وهش جداً. عندنا تحول استراتيجي هائل من جانب، قوبل بتردد وشروط تعجيزية من الجانب الآخر، وبقلب كل هاد في معركة على تعريف المشكلة من أساسها. هل هي قضية أمنية أم قضية حقوق سياسية؟ هذا هو بالضبط التوتر الجوهري اللي بتخلصه كل هاي المصادر. الحركة الكردية بتقول إحنا أنهينا مرحلة الكفاح المسلح وبدنا ندخل مرحلة السياسة الديمقراطية، بس بنحتاج ضمانات دستورية وقانونية تعترف بهويتنا وتحمي حقوقنا. وفي المقابل؟ في المقابل رد الدولة مثل ما بنشوفه بتقارير أحزابها وخطابها العام لسه بدور في فلك الأمن والسيطرة والتصفية. الدولة بتتجنب الخوض في الجذور السياسية والتاريخية للقضية. هي رؤيتين متصادمتين تماماً للمستقبل. وهون منوصل لخلاصة هاي القراءة المعمقة، ومنترك المستمع مع فكرة للتفكير فيها. اللي بتكشفه إلنا هاي المصادر مش مجرد قصة عملية سلام متعثرة، لا، هو بيكشف عن تحول جوهري في طبيعة الصراع نفسه. النضال الكردي انتقل من ساحة المعركة بالجبال لساحة البرلمان والمحكمة والشارع، بس آلية استجابة الدولة لسه مصممة تتعامل مع الجبال، عم تستخدم أدوات مكافحة الإرهاب لمواجهة حجة سياسية وقانونية. هذا الانفصال
هذا التناقض بين طبيعة النضال الجديدة وأدوات القمع القديمة هو اللي بيحدد الصراع اليوم. والسؤال اللي بيبقى معلق هو: لما ملايين الناس يدقوا باب السياسة ويلاقوه مسكر، شو هو الشكل اللي ممكن ياخدوا نضالهم بعد هيك؟ قبل سنة بالضبط كان في أمل تاريخي كبير، أمل بإنهاء واحد من أطول الصراعات وأعقدها في المنطقة. بس اليوم للأسف هالأمل واقف بمكانه في طريق مسدود، وخطر إنه كل شيء يرجع لنقطة الصفر صار حقيقي جداً. طيب، شو اللي صار؟ كيف حوار كان واعد جدا يتحول فجأة لصمت مقلق؟ خلونا مع بعض نحاول نفهم شو الأسباب الحقيقية وراء هاي اللحظة الحرجة، اللحظة اللي اصطدمت فيها الأحلام الكبيرة بواقع سياسي معقد وصعب. عشان نفهم ليش الوضع وصل لهنا لازم نرجع بالزمن شوي، لأن جذور هالصراع هي اللي بتحدد شكل المستقبل. خلونا نغوص بالتاريخ اللي وصل تركيا لهذا المفترق الحاسم. الموضوع أعمق من كونه مجرد صراع سياسي. هذه قصة أجيال كاملة عاشت 150 سنة بين القمع والانتفاضات. يعني إحنا بنتكلم عن منطقة كاملة تشكلت هويتها على آلام الماضي وأحلام المستقبل. والصراع ما كان بس في ساحات القتال، لا، كان ممتد وموجود بقوة في قاعات المحاكم. تخيلوا معي حوالي 2 شخص، 2 من سياسيين وصحفيين ومواطنين عاديين، كلهم اتأثروا بقوانين مكافحة الإرهاب، وهذا الرقم الضخم بحد ذاته خلق جبل من العقبات قدام أي محاولة للمصالحة أو تطبيع. بس وسط كل هالتاريخ المعقد فجأة طلع بصيص أمل، لحظة ما كانت بالحسبان وبدت كأنها رح تغير كل شيء. لحظة أعلنت عن تحول جذري في مسار الصراع. الشرارة جت من مكان غير متوقع أبداً، من داخل السجن. زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجيلان أطلق دعوة تاريخية للتخلي عن السلاح. كانت دعوة واضحة: خلونا نستبدل لغة الرصاص بلغة السياسة والقانون. والاستجابة كانت سريعة، ما كانت مجرد هدنة مؤقتة أو وقف إطلاق نار، لا، كان قرار استراتيجي ونهائي بإنهاء الكفاح المسلح بالكامل. هالخطوة كانت المفتاح اللي المفروض يفتح باب الحل السياسي على مصراعيه. والهدف من كل هذا كان واضحاً جداً، مثل ما عبرت عنه القيادات الكردية. القصة ما كانت طلب عفو أو صفحة جديدة وبس. الهدف كان أكبر: الانتقال من الجبال إلى البرلمان، من السلاح إلى السياسة، للمشاركة في بناء مستقبل ديمقراطي. لكن بعد كل هالوعد الكبير والأمل اللي انولد، عملية السلام اصطدمت جدار اسمه الانقسامات السياسية والتردد في أنقرة، وهذا الجدار حول كل الأمل لحالة من الشلل التام. اللي صار إنه خطاب الحكومة تغير 180 درجة بشكل محير جداً. يعني في البداية كانت الرسالة تعالوا نتكلم، وفجأة صارت اسكتوا، كلامكم بخرب كل شيء. طبعاً هذا التغيير سبب حالة ضخمة من الإحباط والارتباك. وهنا بالضبط نشوف لب المشكلة. هالمقارنة بتوضح لنا كيف إن الأحزاب السياسية الرئيسية في تركيا كأنها عايشة في كواكب مختلفة. تقاريرهم البرلمانية بتورينا إنهم على طرفي نقيض في كل القضايا الجوهرية، وهذا بيخلي أي اتفاق أو حتى تقارب بينهم شبه مستحيل. المراقبين بيوصفوا الوضع بدقة شديدة، بيقولوا إنه تحرك الحكومة ما هو استراتيجية سلام حقيقية بقدر ما هو تحرك بطيء ومجتزأ، تحرك مبني على عقلية الإنكار اللي عمرها 100 سنة، وهذه العقلية ببساطة ما تقدر تعالج جذور المشكلة. طيب، بما أنه الوضع عالق تماماً، هل في أي مخرج؟ هل في أي حل مطروح؟ الإجابة نعم. الجانب الكردي قدم خريطة طريق واضحة ومحددة، عبارة عن 3 مقترحات أساسية للخروج من هالأزمة. بحسب السياسية غولتان كيشانكاك، هذه مش مجرد مطالب عادية، هذه هي الأعمدة ال3 اللي مستحيل ينبني أي سلام دائم بدونها. العمود الأول: الاعتراف بالهوية في الدستور، الثاني حرية اللغة بدون قيود، والثالث الحق في المشاركة السياسية. 3 أسس لمستقبل مستقر. والجميل في الموضوع أنه مش كل الحلول محتاجة تشريعات معقدة، في خطوات عملية وفورية الحكومة تقدر تاخدها اليوم عشان تبني الثقة من جديد، حتى وهم بيفاوضوا على القضايا الكبيرة. يعني خطوات صغيرة ممكن يكون أثرها كبير جداً. وهني بنوصل لخلاصة كل شيء. الطريق للسلام مرسوم، واضح المعالم، الوعد قدم،
وخارطة الطريق موجودة، لكن السؤال الأهم والأخير يبقى: هل في إرادة سياسية حقيقية في أنقرة للمشي في هذا الطريق؟ ولا هذه الفرصة التاريخية رح تضيع مرة ثانية؟